السلام عليكم حبايبنا متابعين قناة البساطة في الطبخ والخياطة، ورجعنا ياكم بروتين حلو كلش طبعا بحيرة العشاء. ومثل ما تشوفون أنا اليوم عندي دجاجة قطعتها قبل ليلة وخمرتها بالثلاجة. التخميرة مالتها وهي خليت نص كوب لبن وملعقتين خل، عصرت ليمونة واحدة، خليت بابريكا من التوابل والملح وشوية ثوم باودر وخلاص. خليتهم هالشكل بهاي الحافظة وراح أخليهم قبل ليلة بالثلاجة. أوكي بنات، إيش قد ما تتخمر الدجاجة تعطي طعم طيب، تكون اللحماية مالتها طرية كلش طيبة بالتقلاء أو بالشوي. طبعا هاليوم راح نسوي وياكم إحنا الكنتاكي. كنتاكي طبعا هواي إلى طرق لا تعد ولا تحصى، بس إحنا راح نسويها بطريقة كل سهلة ومختصرة. لين أدري بيكم قلت لكم حيرة العشاء حيرة تضوج مو مثل الغداء اللي تقدرين تخلصيها بالتمن والمرقة. طبعا هذا شوفوها أنا الأفخاذ لازم أشرحها، وصدر الدجاج لازم أشرحها على مود النكهات كلها مال التتبيلة تدخل بيها. هسه راح شو نسوي؟ نخليها قبل ليلة ونرجع إحنا وياكم نشتغله على العشاء. هنا اجي العشاء، طبعا سويت هاي الأصابع مال البوتيتو أو البطاطا، قشرتها وسويتها هالشكل شرائح أو أصابع، شلون ما تسموها كتبولي بالتعليقات. وهسه دشفون ب8:30 وحانة فترة العشاء. هسه راح أسوي، خليت هنا مي وخليت كم سنثوم بالمي على مود راح أسلق الشرائح مال البوتيتو أو البطاطا بالمي على مود شوية من أقليها تصير طعمها طيب ومو كلش لا يابسة يعني. زين، مدة هيش بنات يعني 7 ثواني 5 دقايق هواي يعني. تطلعيها من السلق. تشوفون أنا راح أسلقها مجرد هالشكل فارد تكفي. بعد رأسا أخذها وأصفيها بالمصفاية، وبعدين نشوف الدجاج مالتنا شلون راح نسوي له طريقة التغليفة مال كنتاكي. خذت هنا كوبين من الطحين، خذت ملعقتين كبيرة من النشا، خذت ربع ملعقة مثل ما تشوفون الكاري، ونص ملعقة أكل بهارات القص دجاج كلش طيبة، وشوية ملح. هاي هي التتبيلة مال الطحين. شو نسوي بنات؟ حضرنا لنا الطحين على صفحة. أول مرة أغمسها بالطحين هاي اللي اشتغلنا احنا وياكم، وبعدين نرجع لنفس التتبيلة، وبعدين نرجع للطحين لحد ما تعطيني هاي التغليفة. يعني مرتين أرجعهم تعطيني هاي التغليفة اللي تشوفوها قدامكم بالطحين بنفس الصلصة مال التتبيلة، وأرجع أنظهم بالطحين. وقبل وين نروح للطاوة احنا وياكم شلون نقليهم. طبعا بقى الطحين هذا اللي تبلنا بيه الدجاج راح أسوي بعد ما صفيت البوتيتو وخليتها تبرد تماما كلش. راح أخلطهم بهذا الطحين، وبعدين هم أصفيهم من الطحين الزايد وهم نرجع نقليهم إحنا وياكم على مود شوية تعطي تغليفة كلش طيبة وقرمشة بالتقلاة. أوكي بنات، هاي كملناها. هسه أنا راح نستعد إحنا وياكم للتقلاة مال الكنتاكي. تشوفون شلون غلفتها بهذا الطحين والنشا والتتبيلة نفسها، وصفيتها طتني هاي الشكل مثل ما تشوفون. وهنا بدينا نقلي أو نقلي الدجاج. طبعا لازم الدهن أو الزيت بنات، لازم هو أهم شي طبعا الزيت يكون يعني هواية يعني غزير وكلش حامي. وبعدين من ياخذ لها شوية تغليفة يعني بالزيت شوية تنصين الزيت على مود داخل الدجاج يعني يستوي حيل. بين ما يستوي الدجاج ونكمل الكمية اللي عندنا راح نسوي الصلصة. هاليوم أنا سويت هنا صلصة المايونيز. خذت ملعقتين مايونيز حسب طبعا اللي يكفيني، وملعقة من الراشي، ورشة من الليمون، وقليل من الثوم الباودر، وخلطتهم خليتهم على جهة. وهنا طبعا حضرت الكاتشب، وهنا كمل العشاء. طبعا شلون قرمشة بالدجاج بنات ما أقول لكم عليها تجنن، والطعم فشي خرافي ونظيف على ايدينا. تشوفون يجنن والله. التغليفة بنات تتخبل الطيب من المطاعم. وهذا عشان المتواضع البسيط. وهاي طبعا أنا سويت هنا على السرعة، جبت لي بصل سويته حلقات، غلفته بنفس التغليفة مال الطحين وخليته بزيت لأن كلش أحبه. وطبعا أنا ما صورت من البداية، بعدين قلت ويلي جماعتي طبعا ينتظرون السفرة لازم أصورها. ودشفون الدجاج ما لحقنا نصوره لأن كان الطعم ولا أروع يجنن. وهاي البصل الشراح مال البصل اللي طعمها يخبل. دشفون هاي النعمة الفضيلة
اللي حضرناها احنا وياكم بأشياء بسيطة من البيت. إن شاء الله عجبكم هالفيديو، ولا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة على عناد المضغوطات. طبعا هواي سلبيات ومضغوطات عندنا بالقناة، أريدكم بنات شوية تحركون يدكم باللايكات على عناتهم وتكثرون من التفاعل بالقناة حتى نوصل أكبر عدد ممكن. وطبعا بعد هذا الروتين راح أعطيكم في شغلة كلش مهمة كنا نسويها بالبيت. بنات حبايب قلبي، هذا المقطع كلش مهم لكم ويفيدكم. تشوفون البردات، أنا كل ما أريد أغسل البردات أبدي أشلح هاي الحلقات هشكل طريقتها بأي درنفيس أو أي يعني أداة حادة مقص. مجرد تفكين القبق الفوق راح يطلع ليك القبق الأسفل. تشوفين هالشكل على مود أول شي لونهم لا يتغير بالغسل ولا تتكسر ويصير نشاز. فأني أشلحهم هالشكل وبعدين أغسلهم بالغسالة، ومن أنشفهم أرجع أثبتهم وبعدين أعلقهم بالبورة أو بالسكة مال البردات. حبيت طبعا هذا المقطع نشره لكم، أدري بيكم كلكم يعني محتاجينه، وهاي الطريقة كل سهلة. تشوفون أنا هسه بعد ما غسلتهم البردات بيه الرطوبة بديت أشكل الحلقات. أخلي حلقة هالشكل، أكو حلقة صير بيها حافة وحلقة ثانية بدون حافة هالشكل، تطبقين ناس على ناس. مجرد يطلع عندك هذا الصوت مال الطقطقة يعني الشكلت بعد ما تنشرع نهائيا. تشوفون هاي الحلقة، وبعد قلت لكم البردات أنا بيهم الرطوبة أكمل الحلقات وأشلح العفو أشكلهم على مود هن نشفن سوا. إن شاء الله فدتكم بنات بهذا الروتين وبهاي الطريقة مال البردات، وأدري بيكم ما تقصرون باللايكات والتعليقات الحلوة. تحياتي لكم غوالي وين ما تكونون.